الناس بتعتب على حضرتك ان في اخر خطاب ليك استخدمت صباع حضرتك في الكلام، والناس حست ان ده بيعيدها لمشاهد سابقة مش للناس، في فترة المجلس العسكري مش للناس وفترة نظام السابق. لا مش للناس. إشارتي هذه للخارجين على القانون. أمال مثل مثلا الدعوة للانتخابات البرلمانية لتكوين مجلس النواب القادم إن شاء الله، التي ستبدأ في 22 إبريل القادم وتنتهي في 24 يونيو 6 القادم إن شاء الله. خلال 4 أشهر ننتهي منها. أنا تشاورت مع ما يزيد عن 150 من المتخصصين في مجالات القانون. ايه ده كله؟ سيادة الرئيس، لماذا تحمي حكومة الدكتور هشام قنديل الفاشلة؟ لماذا تستبقي على هذه الحكومة رغم أن الجميع معارضة ومواطنين يرفضون استمرار هذه الحكومة، لأنها باختصار على الأقل فيما يخص رجل الشارع لم تقدم له شيء؟ لماذا تحميها سيادة الرئيس؟ الحقيقة دعني أختلف معك في موضوع الحكومة الفاشلة وأنها الجميع ضد الحكومة. هناك من يرى في الحكومة إيجابيات وهناك من يرى في الحكومة سلبيات. سوري مش قادر.